لو انت بتعمل دايت يبقى لازم تجرب الوصفة دي، احسن سلطة في التاريخ. فيها حوالي 65 جرام بروتين و500 سعر حراري، وكمان مشبعة وسهلة وسريعة وصحية. يلا بينا نجهزها بسرعة. في الاول هنجهز احسن تتبيلة للفراخ: نص علبة زبادي ومعلقة عصير ليمون وملح وفلفل وبابريكا وكاري وتوم وبصل بودر، ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. بعدين هننزل ب 300 جرام صدور فراخ كلها على التتبيلة، ونوزع التتبيلة كلها عليها. بعدين نسيبها ساعة، وعلى ما الفراخ تتبل هنجهز الصوص. ويلا بينا نجهز الصوص. هنجيب معلقة مستردة ومعلقة مايونيز ونص كوباية زبادي ومعلقة زيت ومعلقة عصير ليمون، ونقلب كل المكونات دي لحد ما يبقى بالشكل ده. بعدين هقطع نص واحدة كابوتشي ونشيلها في طبق لوحده. وهنجيب صدور الفراخ بعد ما اتبلت وهنشوي صدور الفراخ. دي شكلها بعد ما اتشوت. بعد ما نشويها نقطعها قطع صغيره خالص. وكده جهزنا كل المكونات. يلا بقى نحضر السلطه. هنجيب الكابوتشي اللي احنا قطعناه، هنحط عليه معلقتين 3 من الصوص اللي احنا عملناه ونقلب كويس. بعدين هننزل بصدور الفراخ اللي احنا قطعناه ونحط كمان معلقتين 3 صوص على السلطه. ممكن تحط على السلطه شريحه توست متقطعه لو الدايت بتاعك يسمح. ونقلب كل المكونات دي مع بعض واستمتع بأحسن سلطة في التاريخ. سعرات قليلة وبروتين عالي ومشبعة، وقيمتها الغذائية عالية جدا، غنية بالفيتامينات والمعادن. السلطة دي مفيدة جدا جدا ومشبعة، وهتنفعك وانت بتعمل دايت لأنها مشبعة وهتملى بطنك وتحسسك بالشبع، عشان غنية بالألياف والبروتين والمعادن والفيتامينات، وكمان سهلة بمكونات موجودة في أي بيت. يا ريت تعملوا لايك وتكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عايزين فيديو تاني وتالت لأفكار تانية، لأن أنا عندي أفكار كتير جدا في الحاجات دي. بجد خطيرة خطيرة. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.